وحشتوني 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 جدا جدا. بقالي فترة طويلة غايبة عنكم، بقالي اكتر من شهرين او 3 او 4 ايا كان. المهم ان انا رجعت لكم تاني، واخيرا صورت فيديو، واخيرا جددت المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا اخر واحدة اجدده، بس مش دي المشكلة. المهم ان انا جددته في الاخر حقيقي. التغيير مطلوب في كل فترة كده. المفروض الواحد يغير، تغيري بقى روتين حياتك، تغيري حاجة جديدة في الشقة، تغيري ديكور. المهم انك تغيري الناس اللي حواليك اللي جايبالنا اكتئاب. مش مشكلة برضو. حطيلي يلا في الاول الفيديو كده، يا ريت تحط اللايك وتشجعوني بكلمة حلوة كده، خلوني ارجع تاني ابدأ اصور لكم. بصوا بقى، اليوم كان متعب جدا جدا، فعشان كده ما عرفتش اصور وانا بركب الفوم. هقول لكم كمان في اخر الفيديو اخد مني كام وكلف كام. بصوا بقى، المشكله اللي واجهتني كمان وانا بركب الليد، ان الليد هنا ما كانش راضي يثبت على الالمونتال، ولا بالشمع ولا باللزق اللي هو دبل فيس. وكان دبل فيس شديد يعني، كان نوعه نضيف، ورغم ذلك ما منفعش. واللي حابة تسأل كمان عن سعر المتر في الليد، انا كنت جايبة سعر المتر حوالي 12 جنيه ونص. انا جبت ال5 متر على بعضهم كلفوني 60 جنيه في البداية كده عشان منساش. فطب هتقولي عملت ايه وحليت المشكلة دي ازاي؟ انا في الاخر يعني محاولات، ما تعبت من كتر ما انا مش عارفة اظبطه على الالمونتال، لان كل شوية كان بيفك. فعملت ان انا بدأت الزقه على الفم من تحت كده، ولقيته بيلزق بسهولة، فاستسهلت كده. لان فعلا حاولت كتير مع الدبل فيس ومع الشمع ان انا اعمله، بس ما جابش نتيجة. بقول لكم اهو وحشوني. المهم، كملت بقى زي ما قلت لكم كده، بدأت احطه على الفم من تحت. حقيقي عايزة اقول لكم ان الليد ده غير برضو شكل المطبخ مع الفم و... والاستيكر الحراري. انا برضو اسفة جدا ان جزء الاستيكر الحراري ده اتمسح مني، معرفتش انا احط المقطع للأسف. فمتعوضة مرة تانية ان شاء الله اجربه لكم، اشيل القديم واحط لكم واحد جديد واوريكم تركيبه سهل جدا. عن الفم. يعني الفم خد مني وقت كبير لان المطبخ مساحته كبيرة، فخد مني وقت كبير جدا في ان انا اخلصه. هنا بقى انا كنت خلصت الليد هنا ركبته، بس في الاخر كده كنت حابة اكمل من تحت عشان يدي ضي كمان اكتر. وانا بلزقه بلزقه كده من تحت. للاسف كان في من نص متر تقريبا فرقع مني، فقلت خلاص قدر الله ما شاء فعل، يعني مش مشكلة. فسبته زي ما هو كده من فوق، وقلت بلاش اعمله من تحت بعد ما فرقع. وده كان الشكل النهائي بعد ما خلصته. تيجي بقى نظبط بقية المطبخ. جايبة شوية ديكورات وجايبة شوية حاجات. طبعا يعني بلاش التكلفة، مش عشان تغيري لازم تكلفي جامد. على قد التكلفة بتاعتك تقدري تغيري. والمهم انك انت تبقي راضية من جواكي انك انت عملت حاجة انت وحباها و... واسعدتك. دي اهم حاجة يعني. هبدأ بقى بعد هنا كده ما خلصت هنا تركيب الليد. وزي ما قلت لكم الجزء النص المتر اللي كان فضل ده كان هتحرق مني وانا بلزقه، راح مفرقع. هنا هعمل كذا ديكور كده، بس اللي عند ما هفضل يعني تعالي ما اوريكم الاول. الصينيه دي طبعا ديت تقديم. طبعا شفتها عندي كتير جدا. وال... والكوستر ده كمان كنت لسه جايباه، بسعره كان حوالي 50 جنيه. هقولكوا الاسعار عشان ما انساش. وكمان الصينيه اللي طالعه ترندي جامد جدا ديت، شكلها شيك جدا. دي برضو كنت جايباها في حدود 60 جنيه تقريبا.
وعلب التوابل ديت بصوا هي مش توابل، هي علب زي بيستخدموها، ممكن توابل ممكن بقوليات، يعني حسب ما انت حابة تخزني فيها ايه او تحطي فيها ايه. عجبتني جدا وكان عليها اوفرز جامد حلو، فجبته. كان التلاتة دولي التلاتة على بعض كانوا عاملين 77 بدل 130، كان في عرض فحبيت اجيب، فجبته. بصراحة جميل جدا، حسيت شكله شيك كده وقيم يعني. آه الديكور الاولاني مش عجبني، فقررت اغير تاني، فروحت ايه حاطه الكوستر الخوص. وعايزه اقول لكم كمان ان الكوستر الخوص ده كان في حدود 80 جنيه تقريبا على ما اعتقد. جبته، حسيت ان ده الشكل اللي هيبقى النهائي. وبعد ما كده، بعد ما خلصت كده، حسيت ان برضو الشكل ده مش لطيف، مش الطف حاجة، فهغيره تاني يعني. هنفضل نشيل ونحط كده لعند ما ايه نثبت على حاجة معينة تكون ايه حلوة ومريحة للعين برضو. الستاند ده كمان جبته ده من ايكيا، كنت جايباه في 180 على ما اعتقد برضو. وكنت جايبه اشتريت برضو الراديو ده، حلو قوي انك تبقي واقفه في المطبخ وسمع اذاعه القران الكريم، بتحس براحه نفسيه. وكمان فقره الاسئله بتاعت الساعه 4 ديت برضو بتستفيدي منها. هنا بقى كنت حطيت لزقت هنا الاشكال ديت، بس هي الموبايل برضو كان فاصل، مش عارفة الموبايل ده كان عامل تحالف عليا ولا ايه، ولا مؤامرة، مش فاهمة بالظبط بيعمل معايا كده ليه. المهم الاشكال ديت كان هو مع حوالي 9 قطع، كانوا في حدود 135 بس. جال في قطعة كسرت، فقلت يلا ما حصلش حاجة، برضو نصيب. المهم دي كلمة كيتشن طبعا، وبحاول الزقها. الشمع بيلزق جد حلو قوي على الفم، بس للاسف على الالمونتال ما لزقش. بان في ناس كتير قالوا لي ان هو على الالمونتال بيلزق كويس والليد هيلزق معاكي، بس لما تيجي تجربي عملي فعلا لا، ما نفعش معايا، حتى الدبل فيس ما نفعش، فهو اشتغل على الفم كويس جدا. هنا بقى ابدا اركب احط السكينه والشوكه، ما انا بقى هي بحطهم فوق البوتاجاز. اول ما بتدخلي المطبخ كده بجد تحسي بفرق جامد جدا، وتحسي بتغيير حلو قوي وراحه نفسيه، خصوصا كمان لما يبقى القرآن شغال فيه. حسيت كده ان انا غيرت مودي 360 درجه. كمان الحاجات اللي طلعت نينجا برضو حبيتها قوي. هتقولي لي انتي للدرجه دي مش عارفه التوابل او السكر او الحاجات دي، هقولكوا لا، بس هي عجبتني جدا وشكلها شيك جدا على التوابل. الستيكر ده كان بحوالي 10 جنيه. في كل الاسماء بتاعت التوابل والبهارات والمكرونات والبقوليات، كل ما تتخيليه موجود. بس هو كانت شديدة شوية، والستيكر ده ضد المية، مش بيتأثر بالمية. وفي منه انواع كتيرة جدا، انا حبيت الفلامانجو فجبته، حسيت ان هو لايق كمان على الطعم، فمسكت علبة كده وهبدأ احطهم فيها. حقيقي انا حسيت اني عملت انجاز لما غيرت المطبخ وغيرت منه كده، وغيرت الاشكال بتاعته الديكورات، حسيت كده الله براحة نفسية يعني. زي ما قلت لكم التغيير مهم جدا يعني. طبعا علبة النسكافيه قال يعني يا شوشو انت مش عارفة النسكافيه؟ لا عارفاه يا جماعة، بس برضو يعني ايه تكملة. حسيت ان ده الديكور الاخير اللي انا وصلت له، او ده الشكل النهائي اللي انا وصلت له، ان هو يبقى حلو كده حتى يكون مريح للاعصاب. تعالوا ما اوريكم بقى هنا الشكل اهو بعد ما ايدنا الليد كمان. وده الستيكر الرخامي كان 5 متر على بعضه في حدود 70 جنيه. طب هتقولي المطبخ اتكلف معاكي كام؟ هقولك المطبخ اتكلف حوالي 20، كله اجمال على بعضه كام واحدة من الفم، حوالي اتكلف 20 شيت من الفم.
كنت جايبة سعر الواحد ب38 بس ده الشكل النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة، وما تنسوش رأيكم في التعليقات، هيهمني جدا رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان خلاص على الابواب.